بقالنا كتير ما اتكلمناش في فيديوهات الهجرة. طيب في الفيديو بتاع النهارده ده ما تركزوش قوي في الطاقية، انا لسه جاي من الاجازة بتاعتي وما جاش وقت الصراحة ان انا احلق شعري، فمعلش استحملوني النهارده بالطاقية دي، واوعدكم ممكن الفيديو الجاي ولا اللي بعده احلق شعري واشيلها يعني. فخلينا نبدأ كده ونقول صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ من فترة عملت فيديو على دليلك للهجرة والمعيشة لمدينة سيدني في استراليا، واتكلمنا فيه عن كل حاجة عن الهجرة والمعيشة في ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية، وكمان عن التقديم على برنامج الهجرة اللي الولاية كانت فاتحاه واللي كان وقتها بس مفتوح للتقديم على الفيزا ال 190. ولاية نيو ساوث ويلز واللي عاصمتها سيدني فتحت بقى كمان دلوقتي باب التقديم على الفيزا الريجنال 491 واللي بتديك حق الإقامة والعمل هنا في استراليا لمدة 5 سنين، واللي بعد 3 سنين منهم ممكن انت بقى تقدم على البيرمننت ريزيدنسي الإقامة الدايمة، واللي بعدها بفترة بتقدر ان انت تقدم بقى على الجنسية الاسترالية، وكمان ان انت تقدم على الباسبور الاسترالي، واحد من أقوى الباسبورات حاليا في العالم. الفيزا 491 ملهاش أي شروط خاصة، بس ان وظيفتك تكون مطلوبة وموجودة في قائمة الوظائف السكيلد اوكيوبيشن ليست، وكمان تكون محقق عدد النقط المطلوب للهجرة واللي حاليا هو 65 نقطة. وطبعا قبل ده كله لازم تكون مخلص المعادله ومعاك انجليزي 65 في امتحان البي تي اكاديميك، اشهر امتحان على الساحه حاليا للهجره لاستراليا. تاني بقول عشان السؤال ده لسه بيجيلي، لازم تكون مخلص المعادله وكمان معاك انجليزي علشان تعرف تهاجر. مفيش هجره من غير الحاجتين دول. المعادله هي اكتر حاجه ممكن تاخد وقت ومجهود على حسب تخصصك ووظيفتك. في وظائف المعادله بتاعتها بتكون مجرد بس تجميع ورق، ولكن في وظائف تانية بتحتاج انك تذاكر وتمتحن علشان تعمل المعادله بتاعتك. انا كنت عملت فيديو قبل كده في سلسله العملي ازاي انك تعرف جهه المعادله بتاعتك وتتواصل معاهم، وكمان تعرف هم طالبين ايه. كل حاجه هتلاقوا هنا ظاهر لكم فوق وسايبه لكم تحت الفيديو في الديسكربشن. ولكن في اي وقت لو لقيت انك تايه او مش عارف تعمل ايه وخايف تعمل اي حاجه غلط وانت بتقدم او تقدم ورق ناقص او كده، وبالتالي ممكن تضيع عليك فلوس المعادله بتاعتك او كمان فلوس الفيزا، فانا بنصحك جدا انك تتواصل مع مكتب او محامي هجره معتمد يمشي معاك مشوار الهجره ده ويحطك على اول الطريق. هسيب لكم لينكات التواصل مع محامي الهجره اللي انا بتعامل معاه هنا في القناه. لو عندكم اي استفسارات اتواصلوا معاهم، الناس مرحبه جدا تجاوب على اي استفسار خاص باي حاجه او اي نوع فيزا انتوا عايزين تسالوا عنها. اما بقى بالنسبه للانجليزي بعبع الهجره، فهتلاقوا فيديوهات كتيره على القناه فيها تجربتي مع الانجليزي علشان اهاجر، وازاي ان انا سبت امتحان او رحت امتحان الايلتس، وللاسف امتحنت 3 مرات في كذا محافظه في مصر، وللاسف ما جبتش السكور، والحمد لله جبت السكور من اول مره لما رحت الامتحان البي تي اكاديميك. عشان كده بنصح الناس من تجربتي يا ريت ابعدوا عن امتحان الايلتس وروحوا احسن لامتحان البي تي اكاديميك. الامتحان اسهل بكتير جدا، بتتعامل مع كمبيوتر، وسهل ان انت او اسهل جدا من الايلتس ان انت تعرف تجيب درجات وتجمع درجات منه، وبالتالي توصل للسكور اللي انت عايزه في اقرب او اقصر وقت. ولكن لو قابلتكم اي مشاكل في المذاكره او التحضير للامتحان، فانا بنصحكم جدا تتواصلوا مع بي تي اي بيك، احسن مكان وسنتر اونلاين بيدي كورس متكامل للتحضير لامتحان البي تي اي اكاديميك. بي تي اي بيك هيدربوكم على كل حاجه خاصه بامتحان البي تي اكاديميك، التريكات ازاي تجمع درجات، وكمان اسلوب حل وامتحانات ومتابعه اول باول. لو محقق بقى كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها ديت، فبتدخل على موقع سكيل سيلكت، تعمل اي او اي اكسبريشن اوف انترست على الفيزا 491، وبتختار بس ولايه نيو ساوث ويلز انها تعمل ليك سبونسر، ولما الولايه بتختارك وتبعت ليك بيكون معاك 14 يوم انك تدفع فلوس الفيزا، وكمان تبعت وترفع كل الورق بتاعك اللي بيثبت انك محقق عدد النقط ده ومخلص المعادله بتاعتك والانجليزي. وبعد كده بتستنى انهم يبصوا على ملفك ويعملوا لك اسسمنت خلال 6 اسابيع من تاريخ تقديمك. اهم حاجه انك تتاكد ان كل ورقك تمام ومفيش اي حاجه ناقصه، علشان ده ممكن يطول وقت البروسيسنج بتاع ملف الهجره والفيزا بتاعتك. ده كان فيديو النهارده. ولايه نيو ساوث ويلز اشهر ولايه في استراليا كلها، الولايه اللي فيها سيدني اشهر مدينه في استراليا، فتحت الهجره ليها على الفيزتين، الفيزا ال 190 وكمان الفيزا الريجنال الفيزا 491. والفيزتين دول بيدوك حق الاقامه والشغل هنا في استراليا ليك ولعيلتك. لو بقى بتفكروا في الهجره او ماشيين في اجراءات او مشوار الهجره دلوقتي، اكتبوا لي تحت في الكومنتس انتوا واقفين فين، وكمان شايفين ايه اصعب حاجه في مشوار الهجره ده. اشوفكم الفيديو الجاي وسلام.